الفيديو اللي انا كنت بادئ فيه الفيديو اتمسح بطريقه ما، لكن انا مش ببدا الرحله ولا حاجه. ده انا رجعت وحلقت وخلصت كل حاجه، لكن الرحله كانت من نيويورك لبورتلاند. هحط لكم كل بقى التفاصيل في الفيديو. كالعادة نزلت على طول، خدت العربية ورحت على المطار. زي ما انتوا عارفين 10 دقايق ببقى جوه المطار. دخلت وعديت security. عشان الناس الكتير اللي كانت بتسال على موضوع التفتيش، زي ما قلت لكم قبل كده، في العالم كله معظم الطيارين بيتفتشوا. هنا في امريكا بعض الشركات اللي مشتركه حاجه اسمها الKCM اللي نون كرو ممبر مش بيتفتش. بنسكان البادج بتاعنا وبنديهم ID وبس كده، بندخل من غير اي تفتيش. بعض الاحيان بيبقى في حاجه اسمها عينه عشوائيه، بندخل نتفتش عشان بس نتاكدوا ان مش بنبقى شايلين اي حاجه خطر. غير كده معظم الاحيان مش بنتفتش. وصلت للطيارة، بكيت قبل ميعادي بشوية صغيرين، وكنت نازل طبعا قبل الكرو كله ما يجي. فبجهز كل حاجة. يوم جميل جدا النهاردة في نيويورك، زي ما انتوا شايفين الجو حلو جدا، والرحلة هتبقى بسيطة خالص. برضه حبيت ارد على سؤال ناس كتير كانت بتسأل عليه، ان هنا في امريكا الموضوع مختلف شوية عن الدول العربية. بيبقى في عربية كبيرة بتاخد الكرو بتدخلهم مع بعض اثناء الرحلة. هنا الموضوع مختلف خالص. هنا بس كل فرد من طاقم الرحلة سواء الطيارين او الضيافة لازم يبقوا عند الطيارة قبل الرحلة ب45 دقيقة. بعض الأحيان ممكن حد فينا يتأخر، ممكن نكلم بعض، يعني بيبقى جوه الاب بتاع الشركة ممكن نقول مثلا أنا متأخر شوية، أنا في حاجة عندي، فممكن يجي متأخر شوية. لكن كل واحد بيجي لوحده عادي جدا. زي ما قلت لكم جيت بدري شوية، فمحدش لسه هنا. قدامهم مثلا 4-5 دقايق وفي هنا بقى جاهز كل حاجة في الطيارة، واستنى لما الكرو كله بيجي بنعمل البريفنج بتاعنا. بعد كده بنبدأ الرحلة. زي ما انتم شايفين الطيارة لسه تصحى من النوم. الرحلات الطويلة دي بنستخدم الطيارة دي من طراز 321 نيو، فبتبقى أحسن شوية في البنزين، وبتبقى حتى لينا كطيارين أهدى شوية في الصوت ومريحة شوية، صغيرين عن السيارة. طلعت بالرحلة وجي وقت الفطار، فطرنا. حبيت اقول لكم حاجة سريعة جدا الناس مش تبقى عارفة. اللي بيقعد على اليمين ده من الفيرست اوفيسر، الكابتن بيقعد على الشمال، ولكن الكابتن ممكن يقعد برضو على اليمين لو في تدريب لكابتن جديد. حبيت اوضح لكم النقطة دي. طرنا وصلنا بورتلاند خلاص، وبعد كده خدت الكرو، كنا رايحين على الاوتيل وخرجنا كالعادة. عربية مستنيانا برا، ركبنا كلنا. الاوتيل كان 15 دقيقة بس من المطار. وصلنا الاوتيل، وكان وقت الغدا، بس انا ما كنتش هتغدى. قلت اروح الجيم الاول وبعد كده ابقى ارجع اكل. زي ما انتوا شايفين حاجات نمطية جدا. وصلت الأوضة بتاعتي، كنت جاهز ان انا اغير هدومي واخد البري ورك اوت وانزل علشان اتمرن قبل ما اكل. خدت البري ورك اوت بتاعي، والاوتيل فيه جيم مش كبير قوي، فهروح جيم جنب الاوتيل على طول. احنا مسموح لنا هنا مع الشركة برنامج كده بيسمح لنا نخش اي جيم في امريكا. ففي جيم جنب الاوتيل هنزل اخش فيه اتمرن، بعد كده نرجع نكمل اليوم مع بعض. وصلت الجيم، كان زي ما قلت لكم جنب الاوتيل. مرنت التمرين بتاعي، ومش بتمرن كتير، بقعد حوالي ساعة الا ربع في الجيم بالكتير، وابقى مخلص. برجع بقى على الاوتيل ان انا اكل واجهز لبكره. خلصت تمرين، وزي ما انتوا شايفين الجو كان بيمطر، فارجع على الاوتيل بقى اخد شاور واكل واقرا شويه حاجات، وبعد كده هنام عشان الرحله كمان 10 ساعات. اكلمكم من الاوتيل اهو، باخد البروتين بتاعي، اخش اخد شاور وانزل اتعشى تحت. بعد كده اطلع اقرا شويه حاجات زي ما قلت لكم، وانام. الرحله كمان 10 ساعات ونص بالظبط. باقي كله حاجات نمطيه جدا مش محتاج اصورها لكم. حد عنده فكره لفيديو جديد؟ عايز اخد منكم افكار، لان فعلا في ناس منكم بتسال اسئله تجذب انتباهي لحاجات مهمه جدا ممكن تكون غايبه عني.
فاللي عنده فكرة فيديو جديد يسيبها في التعليقات، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.